ازيك؟ لا من غير انت عايز تتكلم عن ايه دلوقتي؟ 3 حاجات. اول حاجه فلسطين. انت هو انت تاني هو انت حاجه خاطفني؟ ما انت جاي يعني بجد خلاص. والله انت طلعنا خاطفني؟ احنا طلعنا احنا دلوقتي فوق. طب انت عايز ايه؟ بص انت الكاميرا دي معاك. اه دي الناس هنا بتشوفك هنا وانا الناس بتشوفني هنا. تمام ماشي. ماشي وعمرو معاك. ازيك يا عمرو؟ فانت اوكي دلوقتي عايز تتكلم عن 3 حاجات. يس. انا موافق معاك جد. طب انت كده زنقتني. خلاص كده احنا هنتكلم عن 3 حاجات، يعني هنتكلم عن 3 حاجات. اول حاجه بص، فلسطين، اي تاني حاجه، حاجه اول حاجه بجد. وتالت حاجه. قول التلاته وبعدين نمشي على واحد واحد. طيب، هو اول حاجه وتاني حاجه ليهم علاقه بالاحداث الموجوده دلوقتي في فلسطين. تمام. ماشي. تالت حاجه، وهي بشكل عام عن يعني الصدمات اللي الانسان بيقابلها في كاريره، وازاي يسستين ازاي يقدر يكمل ماشي. كمان في ظل مش بس بقى احداث فلسطين، الاحداث عامه اللي في مصر كاوضاع اقتصاديه وخلافه، واللي في العالم كله حتى قبل الحرب في غزه يعني. امم يعني ايه، الموضوع كله يعتبر قريب عميق من عميق الصدمات. لا لا، عميق. هو هو صدمة، هو هو بالنسبة لي صدمة. هي صدمه، هي صدمه ايوه. كبيره. ايوه. عارف انت آه، اللي هي اسمها ايه؟ متلازمة ما بعد الصدمه. ما بعد الصدمة. احنا ايوه. بقى لسه في الصدمه. احنا جوه، احنا في احنا في الصدمة، الصدمه، احنا دلوقتي في احنا الصدمة. حرفيا في الصدمه. اه. انت ازيك؟ لما تيجي نشوف ازيك انت. عامل ايه؟ انا الحمد عبد لله، الرحمن. وانا كريم. ازيك يا كريم؟ عامل ايه؟ جامد الحمد لله. ايه الشغل الجامد ده؟ ايه رأيك؟ والله العظيم. شايف انا اول الكاميرات ما شفتك على اليوتيوب قلت لا، لازم ابقى ضيف. برضو. بعت ايميلات وكلمت الناس. الحمد لله وصلت لي ربنا ازاي؟ كرمني وصلت لي ازاي؟ النهارده. طب ده مشوار كبير طبعا. انا يعني اه. عملت بلانز. اه. بعت لك، كنت بلاحقك في كل حته طبعا. ايوه ايوه. يعني بعت لينكد اخدت بالي. ان، ابعت لاصحابك اقول لهم ممكن تعرفوني على كريم. اصل هنعمل ايه؟ هنعمل، لازم الواحد يتعب صح. عامه. صح مفيش بس حاجه بتيجي الحمد لله على بالسهل. السلامة والله. الله يسلمك. الحمد لله على الله السلامة. يسلمك. انا مبسوط ان انا معاك النهارده. وانا والله مبسوط جدا. الحمد لله. الحمد لله. بقول لك ايه، هو الحلقه دي لو جابت مليون مشاهده هاخد فلوس؟ لا، هحتفظ بالفلوس لنفسي طبعا. دي مشكله هديك كبيره، كريدت. دي مشكله كبيره هدي عامه. لك كريدت. كريدت خلاص. اوكي، في اشحن لك البنك يعني رصيد. ولا إيه؟ لا، رصيد رصيد، في التليفون. خلاص زي الفل. مم. عامل ايه؟ والله عامل ايه؟ والله انا كويس. مبسوط والله. والله وانا كمان، انا كمان الحمد مبسوط لله. ان انت مبسوط. انا مبسوط ان انا معاك، بس زعلان عشان اللي بيحصل في غزه الحقيقه يعني انا الموضوع ده. بصراحة الاحداث تزعل جدا. امم الاحداث فعلا تزعل. انا يمكن بحاول اهزر معاك، انت عارف احنا ما بنتقابلناش بقالنا شويه. مم. بس يعني خلينا ابدا في اول حاجه من الثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليها. حاسس ان بجد مفيش حد المفروض، سواء انت كنت مسلم او عربي او حتى انسان، المفروض يعدي عليه الاحداث اللي بتحصل في غزه دي ويبقى عادي. يعني ما ينفعش، مش يبقى، ما ينفعش تعدي وتبقى زي قبلها زي بعدها، حتى لو انت مش مسلم اساسا. يعني حتى لو انت مم. كده انسان تايه في الغابه، احداث غزه ما ينفعش تعدي عليك. لو عدت عليك عادي، يعني لو انت بجد قبل الاحداث زي بعد الاحداث وعادي، حصل خير يعني. يا جماعه معلش، ربنا يرحم اللي مات ويشفي المريض. مم. وبس كده، ما غيرتش فيك اي حاجه، ما عدتش حساباتك في اي حاجه. فلا، في مشكله، في مشكله في الانسان. صح. فاهم؟ لان الموضوع ما فيش جانب مش لامسه يعني. انساني، هو انساني جدا يعني يعني اللي مهتم بالانسانيه هيلمسه، اللي مهتم بالدين، الراجل المسلم مهتم بدينه لازم يلمسه. العربي القومي اللي هو ملوش علاقه، يعني ماشي كده في بحب البلاد ويحب القوميه عامه برضه رايح هيلمسه. بتروح في حته غريبه انا يعني. بروح في حتت انت. انا مش عايزك تروح في حته. انا معاك. ايوه. بس انا اقصد يعني ان سواء انت بتفكر باي طريقه، امم الموضوع ده يعني احداث غزه بجد لازم تغير فيك حاجه، لازم تخليك تعيد حساباتك. صح. احنا بقينا دلوقتي بنفكر واحنا بنشتري الحاجه، هي الحاجه دي ينفع نشتريها ده وفلوسها بتروح فين. ده ابسط يعني مش حاجه بس مش بس المنتج ده مين اللي عامله. لا، احنا كمان بقينا عارفين الشركه بتودي فلوس فين، عشان يس. كده احنا ما ببنشتريش صح. من الشركه. يعني تخيل انت، عشان احنا فعلا بجد في شركات بتساعد شركات بتساعد هناك. احنا بقينا اوير بده. فدي مم. دي نقطه مهمه جدا يعني. مم. احنا يعني انا شخصيا زمان كنت بقول يا عم ما تكبرش المواضيع، يعني ما اصل هنعمل ايه، ده العالم والعولمه والناس والدنيا. بس فعلا لا، الموضوع فارق. مم. وفعلا انت قوه اقتصاديه، ما ينفعش تعمل، ما ينفعش تقلل من نفسك. دي نقطه مهمه. يعني الناس بتقول يعني انا اللي هغير، يعني انا اللي بجد هعمل. ايوه مم. اصلا انت اللي امال مين اللي هيعمل؟ ما هو لما انا هعمل وانت تعمل وهو يعمل، ما هو ده الناس، ما هو ده صح. العالم يعني. صح. انت في مثال جامد قوي في الحوار ده. اسمه ايه ده؟ ايلون ماسك. ليه ايلون ماسك راح تل ابيب وراح وشاف الناس وقعد معاهم، بغض النظر عن ارائه هو، رايه هو. لما هو ما عملش كده غير لما شركات زي ابل وغيرها وشركات كبيره
قطعت الاعلانات عنده، ما خدش اكشن غير لما عمل كده. إمم. قال لك طب اكل عيشي، ما هو انت لمّا تقرصه هو العالم ما يفهمش غير الجنيه، ما يفهمش غير الفلوس، فأنت لمّا تضغط فاهم عليه شايل الجنيه ما بيفهمش حاجة والله، الجنيه بس. هو يفهم الجنيه، الجنيه يعني مجازًا أنت أيوه. بتقفشني ليه؟ ما أنا باسأل بس. يعني أقصد بجد هو العالم ما يفهمش غير المصالح، إمم. فأنت قوة شرائية كبيرة جدًا، أنت كدول إسلامية أو دول عربية أمّا يعني أنا وجهة نظري من غير ما نخش في في التفاصيل أنا مش الحتّة عايز دي، أخش في تفاصيل، أنا بس باقول hint. مش هنخش إن شاء آه، الله، أتمنى نقدر ما نخشش. أتمنى أنا كمان. بس هي في الآخر أنت زي ما أنت قُلت الواحد بيشوف طب هو أنا لمّا أعمل كده يعني هو أنا بس اللي هتفرق عليّا كلنا بتفرق أو بينا، لو كل طبعًا. واحد فكّر في نفسه وعمل صدّقني أنا ما هتفرق، فهمتش مقولة ابدأ بنفسك دي ساعة غير الفترة دي. غير يعني أول ما سمعتها وقعدت فترة طويلة مش فاهمها، بس مع الوقت فهمت لمّا تبتدي بنفسك أنت قد إيه بتأثّر، لو كل واحد فكّر بس بالضبط، يبتدي صح، بنفسه قد إيه هتأثّر، أو على الأقل هتأثّر في نفسك أو على نفسك. صح. ما أنا وبعدين باقول لك أنت أنا باتكلّم حتى موضوع إن الأحداث تعدّي عليك كإنسان أو كمسلم في المقام الأول طبعًا، إن الأحداث تعدّي عليك فعلًا وأنت عادي، ده أنت نفْسك اللي اتضرّرت، سيبك من الناس أنت خسروا تعاطفك أنت، يعني سيبك إمم. من أهمية مدى تعاطفك للقضية، أنت نفْسك خسرت، الأحداث دي لو ما غيّرتكش ما عادتش حساباتك في حاجات كتير، إمم. وإحنا مش في صدد إن إحنا نتكلّم عن التفاصيل دي يعني بس فعلًا لازم تعيد حسابات. صح. ف لازم تفهم إن الكرة الأرضية مش أكتر من كورة. عامةً بقى إحنا واضح إن إحنا ادّينا للعالم اهتمام أكبر من حجمه، صح. والله العظيم. صح. ما تيجي كنا ندّي الإنسان بقى اهتمام شوية صح، ونشوف عبد الرحمن بقى. عبد الرحمن الإنسان، عبد الرحمن الإنسان، آه، أنت أنا. آمم، الأحداث دي مأثّرة على شغلك إزاي؟ مأثّرة عليَّ أنت جيت البتاع ده هيتذاع صح؟ ده طالع هوا، ده أصلًا طلع، إحنا live ده إحنا دلوقتي، live. أيوه. مأثّرة عليَّ جدًا طبعًا، يعني أنت جيت على الجرح، أنا عارف. لإن أنت يمكن أنا حاسس بيك. أنت كنت معايا عايش معايا في وقت بداية الأحداث دي، وكنت شايف إحنا كنا عاملين إزاي. آآ، أنا باحس إنه أقل حاجة ينفع نقدّمها للناس هي إن إحنا نحس بيهم، إمم. نحس بيهم في أوضتنا، نحس بيهم لوحدنا، مش نحس بيهم عشان نبيّن لحد إن إحنا حاسين بيهم. أنت إمم. فعلًا أقل حاجة ممكن تقدّمها لهم إن أنت بينك وبين نفسك تكون حاسس بيهم فعلًا، إمم. مش محتاج تمثّل لحد ومش محتاج تقول لحد إن أنت حاسس بيهم. ف فأنا باحس إنه دايمًا حتى وأنا قاعد مع نفسي كده اللي هو أنت بجد قاعد بقى لك 3، 4، 5 ساعات ما بتفكّرش، ما بتتابعش أخبارهم، طَب أنت عارف إيه اللي حصل عندهم دلوقتي؟ حاسس أنا جزء من الأحداث، أنا جزء بس الظروف خلّتني بعيد، إمم. أنت فاهم؟ آه. يعني بجد مش حاسس إن في أحداث في مثلًا في مكان جنبنا، في بلد جنبنا، أو حتى في بلد عربي صديق، شقيق، مسلم، لأ، أنا حاسس إنه الأحداث دي عندنا إحنا، بس أنا صادفت وكنت بعيد، إمم. أنت فاهم الفكرة؟ أيوه فاهمك. ف فباحس ده، بس أنا هاقول حاجة مهمة بجد وفرقت معايا، مع الوقت بعد شهرين والّا شهرين وشوية من الأحداث، إحنا بدأنا يبقى في يعني موجة كده من إن الناس بتقول طب أعمل إيه، يعني أنت عايزني أسيب شغلي وأقعد أتابع الأحداث، أنا باتأثّر، أنا بصراحة وأنت ما بتحبش تشوف الفيديوهات صح؟ صح. باحرجك على الهوا، أنت ماشي. بس مش قصدي والله، بس ده طبيعي وحصل لنا كلنا، بس أنا خطر الموضوع ده في إيه بقى، طبعًا مش صح إن إحنا ننهار، أنا متّفق معاك، ومش صح إن إحنا نقعد نشوف فيديوهات صعبة لأ، ده أنت كده بتأذي نَفْسك وما بتفيدهمش في الحقيقة. إمم. بس مبدأ أنا مش وأنا هاقعد أشوف الفيديوهات وأنا هاقعد أتابع الأخبار وخلاص، مع الوقت بيخلّيك ما تتابعش خالص، ولمّا ما تتابعش خالص تأثُّرك بيهم شئت أم أبيت بيتأثّر. طبعًا. أنا شُفت ناس قدّامي قريبين منّي، ناس طول عمرهم أصلًا متعاطفين مع القضية، ما عنديش شَك في ده، بس مع قِلّة متابعته بقت المتابعة تقيلة، يا عم أنا عايش حلو، أنا ليه هاروح أشوف طفل بيموت؟ إمم. أنت نَفْسك هتبعدك عن ده، عمر ما إمم. في حد هيحب يشوف يعني ما أنا معلش يعني ناس نازحين ماشيين في شارع يتضربوا بصاروخ، فأنت هتشوف إيه هتشوف إيه؟ إمم. فمنظر صعب جدًا صح؟ طبعًا. بس مع الوقت أنت لمّا تبطّل تتابع ومع كتر الأحداث للأسف مع كتر المجازر اللي بتحصل، اللي هو لأ، ما أنا مش هاتابع، بطّلت تتابع، بطّلت تهتم، بطّلت تتكلّم، لو أنت لاحظت يعني عملت track لنَفْسك ومدى كلامك قد إيه عن فلسطين، لو بتتابع كتير هتتكلّم كتير، في الآخر كل إناء ينضح بما فيه زي ما بيقولوا. إمم. فلو بتتابع كتير هتتكلم كتير، فمع الوقت المتابعة بتقل، الكلام بيقل، فتشوف بقى على السوشيال ميديا ناس بتتكلم عن حياتها عادي، هُم إزاي بقوا يتكلموا عن حياتهم عادي؟ مع إنهم كانوا من شهرين كانوا مهتمين جدًا،
هو إمم. كده، هو في الأول بدأ قال إيه، أنا تعبت من المشاهد الكتير الصعبة، هاقلل المشاهدة، إمم. هاشوف حاجة واحدة، أنا هاتابع نُص ساعة في اليوم، بقى نسي يتابع، خلاص بقى، عاش حياته عادي، رجع عادي. دي بالنسبة لي كارثة. لأ، أنت يا معلم ما ترهقش نفسك، تابع، حدد وقت أنت dedicated فيه للأحداث، لازم تكون عارف اللي بيحصل، ما ينفعش تكون عايش عادي بجد. إمم. اتكلم في الإطار اللي أنت تقدر تتكلم، كلامك مهم جدًا، الكلام معلش لو أنت عندك 20 واحد على الفيسبوك، 20 واحد، فيهم واحد بس عرف معلومة بسببك، دي حاجة مهمة جدًا. إمم. الواحد ده ممكن يكلم حد، هي أنت كده. بقى بتشيّر كتير وكده. أنا باشيّر كتير جدًا، مع إني إمم. كنت عمري ما يعني كان عندي rules في الحوار ده، الaccounts بتاعتي على الفيسبوك على السوشيال ميديا عامةً، كنت ماشي فيها بrules يعني مع إمم. كلام، بس يعني ما فيش rules بطّلت قصاد اللي خلاص. بيحصل بصراحة، إمم. يعني تغور أكونتات الفيسبوك كلّها يعني أو أكونتات السوشيال ميديا، أصل أنت بتتكلم في أكتر من 20,000 شهيد، يعني أكتر من 20,000 بني آدم كان عايش زيّك زيه بالضبط، وعنده أفكار وعنده طموحات وعايز يروح وعايز ييجي وعايز يسافر اختفى خلاص، خلص بُص فجأة. أنا يعني ما باحبش أنا آسف إن أنا يعني لأ، خدت أنا الموضوع. مشاعري فياضة وبجد الموضوع عاطفي جدًا أنا عارف، وطبعًا وهاعيط، الموضوع يعني مؤثر جدًا، أنا بجد عارف والله. هنخش في حتّة dark. ف لا، مش أنا يعني أنا زي ما باقول لك أنا ما كنتش محضّر دوّة ولا، بس كنت عايز أقول الnote بتاعة بجد المتابعة دي، متابعة مهمة جدًا، إمم. لإن هي المتابعة اللي بييجي منها الshare والshare مهم، مهم فوق مما تتخيلنا كلّنا، إمم. يعني وصول الصوت. أنت عارف أنا في أمريكان أعرفهم، مش هاقول اسمهم، مش هاقول يعني هم مين، بس أعرف ناس برّه مصر عامةً، باكلّمهم حتى وهُم مش مهتمين، يعني دي قد تبدو رخامة ومش أشيك حاجة، بس أنا باكلّمه وباعمل اللي عليّا، ممكن تأثّر، أعمل إيه؟ أصل أنا مش في إيدي حاجة غير الكلام، إمم. فأعمل إيه يعني؟ فبس ده بالنسبة للمتابعة والأحداث. أوكي. أنا بقى أنت كdesigner أنت مش عارف متابع. أشتغل، ما كنتش عارف أشتغل فعلًا في الأول خالص، بس بدأت أحدّد شوية متابعتي، أخلّيها في وقت محدد، آآ بدأت أقرّب من ربنا، يعني قدر الإمكان كده أربط الأحداث بوعود ربنا لينا بالنصر، ده بيفرق معاك لو حد مثلًا قرّبت للقرآن أكتر، بقيت تصلّي أكتر، هتحس إنه تمام، يعني أنت اتطمنت شوية، فاهم؟ لإنه لمّا تسيب نفْسك لتفكيرك هتقعد تحسبها دنيويًا أوي، اللي هو حسابات بُص ما هي قصة معروفة من أولها صح، لآخرها، صح، وإحنا عارفينها، إحنا بس دلوقتي بس ده لا عايشين ده أجزاء لا ينفي منها. دورنا، طبعًا. يعني كونك عارف النهاية وعارف إن إحنا هننتصر في النهاية، أصل في ناس بتقعد تقول لك باشا إحنا كده هننتصر، أيوه يا آه. معلم أنت عملت إيه للنصر؟ آه. يعني إحنا فعلًا إن شاء الله وربنا ده وعد ربنا وربنا وعدنا بيه، إمم. لازم أنت تكون فين بقى أنت ساعة ما ننتصر، أنت هتبقى قاعد في البيت والّا تبقى فين؟ بالضبط. فيعني ربنا يستعملنا، يا والله رب. العظيم يا بجد رب يعني، والله. لإن هي تحدي كبير والله، الأحداث دي تحدي للعالم كله، إمم. في ناس قررت تروح تبقى في قاع التاريخ والعالم وكل حاجة، وأنت نفْسك لازم تقرر لنفْسك مكان، يعني فاهم؟ صح. بس أنا بقيت أحسن شوية بدليل إن أنا قاعد معاك أهو الحمد لله، الحمد لله. بقيت أحسن في إن أنا قادر أتابع في وقت محدد، بصراحة المقاومة بتشرح صدورنا، يعني لمّا دايمًا باحس برضه في غلط لاحظته إن في ناس بتتابع الأحداث السيئة بس، لا يا معلم إحنا مديّينهم على عينهم يعني الحمد لله، إحنا عندنا الحمد لله. شهدا كتير، بس المقاومة لأ، المقاومة فوق الخيال ما شاء الله، فوق إمم. التوقعات العالم كله. إمم. أنت ف أنت عارف إن إحنا رايحين live production. يا عم عادي، أيوه. إحنا ما قلناش إحنا بنتكلم عن مين، صح. يعني أنت صح. أنت الAI ما بيفهمش الحاجات دي. طب أنت بتقاوم نفسك إزاي؟ يعني أنت لمّا تيجي ده شُفت سؤال الحركة ابن شُفت لذينة، شُفت الحركة، يعني حلوة، خدت كمّل، الكلمة من هنا حلو، ودّيت على topic تاني word من هنا. play، word play جامد آه، صح. يعني وأنت يعني أنا بيحصل لي كده، أنا لمّا باقعد أشتغل أو لمّا بابقى لسه خارج من فترة إن أنا باقرا الأخبار أو ترجع باشوف تاني، وآجي أخُش أشتغل بابقى في lag كده، اللي هو طَب إيه؟ أصل طَب الأحداث بتتطوّر طبيعي. بسرعة أوي، طَب فده فعلًا وبرضه برامج الأخبار عندها tactics كده إنها tactics صح، تفضل yes، شادّاك ومتابعاك وما تدّيلكش الخبر وتدّي لك yes، حتّة فتشوف الheadline فتخُش تشوف التفاصيل وتنسى أنت كنت بتعمل إيه، وخصوصًا لو أنت مهتم بقى، أنت خبر ورا خبر إمم، هتعيد أخبار امبارح تاني وتقعد أيوه فعلًا تفكّر فيها بتحصل معايا، وتحلّل كده ويا ترى بقى لمّا يروحوا هنا طَب هنعمل إيه، طَب المقاومة طَب هتعمل افرض بقى، طَب يا رب يحصل كذا آه، وسيناريوهات بقى أنت خلاص عايش جوّه دماغك في العالم صح، بتاعك يعني. وتنسى أنت كنت المفروض تعمل إيه أو إيه الحاجات اللي كانت وراك، وأوقات بتبقى demotivated كمان.
بُص يعني يعني أنت لمّا بتبقى demotivated بتعمل إيه؟ بُص في حاجة أنا حتى باقولها لصاحبي باقولها لنفسي بس لسه مش قادر أعملها أوي، وهي حقيقة، بس لازم نوازن بينها وزي ما قُلت في الأول وبين إن أنت تكون involved ومتابع، أصل إمم. يعني كونك تركّز في شغلك ده مش معناه إنك تنسى دورك في المتابعة والنشر، ماشي، اتفقنا على دي صح؟ صح. بالنسبة بقى لشغلك نفسه بصراحة أنا في حتّة بنت لذينة لو عرفت أضبطها كونك شاطر في شغلك وكونك قادر توصل لحتت في شغلك كويسة، ده بيفيد، طالما أنت راجل aware طالما أنت راجل فاهم معلش أنت النهارده لو بتشتغل مثلًا في شركة X اللي هي محدودة، اللي هي فيها 5 موظفين وعندها 5 clients على سبيل المثال، ونطاق شغلها مثلًا مدينة معيّنة، لأ يا معلم أنت لو بتشتغل في شركة Y ونطاق شغلها دِوَل، أنت أفيد للقضية. إمم. فبجد نقطة بنت لذينة، يعني أنت كل أمّا كنت فعلًا شاطر في شغلك ده بيفيد القضية، بس وأنت aware مش شاطر في شغلك ونسيت الدنيا بقى، اللي هو أنا عايش في الشغل هو أنا أصلًا كنت بتاع إيه؟ ما عندكش هوية، خلاص إمم. فقدت، بقيت مكان ما هيحطوك هتبقى شبهها، إمم. ده الغلط، إنما إن أنت تكون عندك vision يعني رؤية يعني زي ما بيقولوا، والرؤية دي طالعة من القضية اللي أنت مؤمن بيها وبناءً عليه ده شجّعك ده هيخلّيك فعلًا بتشتغل كويس، على عكس لمّا تكون إيه، اللي هو بتشتغل وخلاص، اللي هو إمم. يعني إحنا بنشتغل فاهم قصدي؟ آه تُحبط فاهمك، بسهولة بس بقى. يعني أبقى أنا كريم مثلًا باحب أشتغل علشان أطوّر من نفسي وأقوي نفسي، وعمري ما بصيت لها من منطق إنه أنا كل أمّا أبقى skill set بتاعتي أقوى، كل ما هابقى مفيد أكتر، بس لمّا حصلت الأحداث صح، فهمت ده، بالضبط أنا كمان، فهمت أنا كمان، الvalue على الرغم بتاعه. إن أنا كنت كده زمان أوي، يعني شوية كنت زمان قبل ما الرأسمالية تاخدنا، لا مؤاخذة يعني الصريح يا ابني أنت عايز تودينا حتت، لا، حتت لا، 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 والله أنا بس العظيم. أصل أنا صريح. أنا عارف. كنت عندي الvision نسيتها واتسحلت، جات بقى الحرب، جات الأحداث يعني، وفعلًا لأ، هي فين صح، هو أنا سِبت الvision بتاعتي فين؟ رجعت أدوّر بقى فاهم، إمم. اللي هو صح، أنا سِبتها عند الموقف الفلاني هناك، إمم. والله العظيم صح. رجعت جبتها، ما عملتلهاش reevaluation أو عملت طبعًا، ما لأ بصيت عملته لهاش الأحداث تاني الأحداث لا وعرفتها. طبعًا عملت، لازم تبُص لها وتحدّثها دايمًا، إمم. الأحداث أصلًا الأحداث مش بس في غزة بقى، الأحداث في العالم كلّه بتتطور بسرعة جدًا، لو أنت فضلت ثابت عند vision معيّنة أو stuck يعني لأفكار معيّنة بشكل معيّن، أنت هتتكسر، إمم. هتلاقي نفْسك عارف متخشب كده، لأ لازم تبقى في مرونة يعني أكيد، أنا فاهم قصدك، إمم. طب بس بتجيب الطاقة منين المرونة دي عشان الواحد خلاص ما بقاش يعني فاهم موضوع طاقة الطاقة أصلًا في طاقة. الظروف دي صعبة أوي، أيوه. أنت بس فاهم بس في. زي ما باقول لك والله أنا باحاول أدعي ربنا فعلًا يرزقنا إن إحنا نكون أقوى، لإن القضية محتاجانا كلّنا، إحنا إمم. لسه الموضوع مطوّل، مش على سبيل الحرب بس، ال القضية نفْسها فعلًا محتاجة شغل، إحنا الحرب إن شاء الله هتخلص وإن شاء الله هننتصر فيها، بس ده ممكن ما يكونش نهاية القضية فاهم، يعني إمم. فلسطين مش هتتحرر بكرة. فأنت لو ما عندكش vision بتrelate لقضية زي قضية تحرير فلسطين، دي مش قليلة، يعني في إمم. الآخر يعني عارف اللي هو أنا كنت زمان بابُص لها اللي هو أكيد في ناس دي بتاعة ناس، يعني اللي هو أكيد في ناس تحرر فلسطين ربنا يجعلنا منهم وخلاص، لأ إمم. هو كل واحد فينا ليه دور، فأنت لو ما دوّرتش بقى عن دورك ده فين على الlong term مش بس على حرب غزة أو مش إمم. بس على الأحداث دي، أنت اللي خسران. يعني أنت اللي ما كانش ليك دور، هي كده القضية إن شاء الله ربنا واعدنا بالنصر، بس أنت اللي هتبقى خسران. إمم. حاسس اللي أنت بتقوله ليه ناحيتين. إيه هم بقى؟ الناحية الأولانية إن أنا ممكن أفضل أدوّر على دوري وburn out وأنا مش لاقي دوري، لإن أنا دايمًا عايز أكتر، ده وصل لي في فترة شخصيًا إنه حاسس إن أنا ما ليش لازمة، أيًا إمم، كان أنا كنت باعمل إيه إمم، أو عدد الكلام اللي أنا أو الناس اللي بتسمع لي أو بتسمع منّي أو awareness عن القضية، بس في الآخر ما فيش حاجة أقدر أعملها وبعدين أنا useless لحد ما استوعبت إيه تقسيمة أنا إيه اللي في إيدي أقدر أعمله، وإيه اللي مش في إيدي ما أقدرش أعمله، وابتديت أربّط كل حاجة بقى، دي بتاعتي أنا باعملها، دي مش بتاعتي هاسيبها على ربنا، دي بتاعتي أنا باعملها، دي بتاعتي وهكذا. بُص وصلت لهدوء نفسي شوية. هو موضوع أنت وليس في آية بتقول: "وليس للإنسان إلا ما سعى."
إمم. هو ده بالضبط اللي أنت بتقوله، دي بتاعتك ودي تسيبها على ربنا. أنت فعلًا مطالب بالسعي، فاهم؟ يعني ما تفكّرش زيادة عن دورك أنت كإنسان، يعني إمم. أنت بس اعمل دورك، اعمل اللي عليك، فاهم قصدي؟ إمم. لإنه في الآخر أنت آآ قد يبدو الموضوع اللي هو أنا عايز أعمل دي وعايز أعمل دي وعايز لأ، يعني في الآخر أنت ليك دور، الدور ده ربنا أنت هتكتشفه مع الوقت في الآخر، هي رسالة، فكل واحد فينا بيكتشف دوره ده، إمم. فاهم قصدي؟ أيوه فهمتك. بس يعني أنا مش عارف أنا كده جاوبتك على سؤالك والّا لأ؟ لأ. لأ؟ آآ أنا يعني هاقول لك السؤال بطريقة تانية. قُل لي. أنت علشان تقدر تعرف إيه الحاجات اللي أنت محتاج تشارك فيها أو حلو، تقدّم حلو، فيها، حلو. حددتها إزاي؟ أو حتى لو كانت جزء منها إن أنت تطوّر نفْسك، بس أنا محتاج أعمل الحاجة دي والحاجة دي والحاجة دي، أدوارك أنت بناءً على قدراتك أنت، أنت عملتها إزاي؟ أنا دوّرت في إيه، أنا باعرف أعمل إيه، وممكن أفيد القضية بإيه، رُحت كده إيه الدوائر اللي عندي اللي أقدر أفيد فيها القضية، وأنا باعرف أعمل 1، 2، 3، 4 يبقى أقدر إمم. أفيد القضية أنا راجل باعرف أتكلم مثلًا على السوشيال ميديا، اتكلم. إمم. أنا راجل عندي عندك صحاب، عندك صحاب بيسمعوك، إمم. أنت راجل شاطر technical فتقدر تعمل حاجة، أنت راجل يعني بُص، أنت ممكن يكون دورك في إن أنت تثقّف نَفْسك أساسًا، يعني أنت بس بقيت راجل مثقّف، عملت في للأمة شخص مثقّف، إمم. ده دور، ده يعني ممكن يكون لسه بقى الشخص المثقّف ده هيبقى involved أو هيبقى يشارك بشكلٍ ما قدّام، بس أنت راجل بتحب الثقافة وبتحب الاطلاع، دور مهم، إمم. طالما أنت عندك النية اللي بتفيد القضية فعلًا، ده دور مهم. الأدوار ما حدّش ينفع يقول للتاني هو إيه يعني أنت ممكن تسمع اقتراح مثلًا، اللي هو يا فلان إيه رأيك نعمل أنا أقدر أفيد بإيه، دي اقتراحات، اللي هيحدد دورك فعلًا أنت، ما فيش حد إمم. هيحدد لك دورك، ما فيش حد أدرى بقدراتك كلّها غيرك، فأنت بتشوف قدراتك وبتشوف من وجهة نظرك أنت وبتجتهد، والله أنا تقريبًا أقدر أفيد في كذا، إمم. فبتسعى في ده، اكتشفت لأ، أنا أقدر أفيد في حاجة تانية، عادي إحنا بنفضل عايشين نكتشف ده، ممكن تاخد سنين، ممكن حد يكتشف دوره بدري، ممكن حد يموت وهو بيكتشف دوره، ف إمم. فاهم قصدي؟ هي ما لهاش تقريبًا والله أعلم يعني ما لهاش frame معيّن لازم تمشي عليه عشان توصل لدورك ده، إمم. ودورك ده مش بس بقى يعني دورك ده هي دواير كده، فدورك في القضية الفلسطينية في دور أوسع منه كمسلم في أمة إسلامية، في دور كإنسان في العالم أساسًا، في الكورة، كنا في بنتكلم إنسان عنها في الأول. الكورة اللي إحنا كنا بنتكلم أيوه. عليها، ما تيجي نتقابل الناحية التانية من الكورة، اللي هو 180 درجة من هنا بالضبط. ده بعيد أوي، تعالَ نتمشى. يالّا بينا، شكرًا ليك. حبيبي، باي. سلام.